وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفرح بالمولود الجديد أن نفعل السنة ونطبق السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: كل غلام مرتهن بعقيقته في اليوم السابع يسمى ويماط عنه الأذى، يحلق شعر رأس المولود الذكر، وأيضا يعق عنه. هذه السنة. أما غير ذلك فهذا من البدع. فكيف نبدأ بشكر الله عز وجل بأن نتزين ونضع أغاني وموسيقى ورقص بين النساء؟ هل هذا من السنة؟ هذا مخالف للدين أصلا. وأيضا يعني هل هذا من شكر النعمة؟ أن نشكر الله عز وجل على نعمه بأن نفعل المعاصي والمنكرات، فكيف سيكون هذا الولد أو البنت الذي سيأتي يعني ونبدأ ببداية حياته بمخالفة الشرع وأيضا بإغضاب الله عز وجل بهذه الأفعال؟ فذلك هذا لا يجوز. تطبيق السنة كما ذكرنا وكما جاء في الأحاديث الصحيحة. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. Likey